شهر رمضان المبارك داخل علينا بنفحاته العظيمة، ولكن السؤال المهم هنا: هل شهر رمضان هنستغله في العبادة وتنظيم وقتنا وإن احنا نطلع بأحسن نسخة من نفسنا ترضي ربنا، ولا هنقضيها مسلسلات وبرامج؟ رمضان مش موسم المسلسلات، رمضان فرصة حقيقية للتغيير. يا إما تقضي ال30 يوم ترفيه، يا إما تقرب من ربنا في ال30 يوم وتطلع معاك جبال من الحسنات. الاختيار بين إيديك أنت وبس. بالنسبة بقى للطلبة الحلوين، رمضان مش عذر للتقصير، بالعكس احنا نقدر نوازن ما بين العبادة وبين المذاكرة في شهر رمضان الفضيل. طيب ازاي؟ هتخلي معاك نوتة زي دي، والنوتة دي هتحدد فيها المهام اللي المفروض انك هتعملها في رمضان، سواء عبادة او مذاكرة. طيب دلوقتي من الحاجات المهمة جدا اللي هتساعدك في رمضان انك هتنظم وقتك. والله انت لو صليت ال5 فروض في وقتهم هتشوف بركة مش طبيعية في وقتك. ولو انت كنت في الايام العادية بتجمع الصلوات، فوالله العظيم دي حاجة غلط والاغلب بيقع فيها، فاتمنى انك تصلح الحاجة دي في شهر رمضان. طيب في حاجة كمان انت المفروض بتعملها في الايام العادية، وهي انك بيكون عندك ورد يومي كل شهر تختم القرآن مرة. ده المفروض، ولكن للأسف الأغلبية الشديدة ما بتعملش كده. ولكن شهر رمضان فرصة بنختم فيها القرآن قراءة، فأنت دلوقتي عندك بركة مش طبيعية في يومك. بتأدي الصلاة في أوقاتها وبتقرأ الورد اليومي بتاعك علشان تختم القرآن قراءة. طب انت دلوقتي نظمت يومك كعبادة، ده بالإضافة لأذكار الصباح والمساء وباقي العبادات، ربنا يتقبل منكم صالح الأعمال. طب بالنسبة للمذاكرة بقى هنعمل ايه؟ والله انت دلوقتي بتكتب في النوتة دي مواعيد الدروس بتاعتك، الايام بتاعتها، وبتبدا تنظم ايامك. بتبدا تنظم هتنام امتى، يعني في ناس بتنام بالليل كده قبل السحور وبيصحوا بقى يبداوا يومهم من بعد السحور، يبداوا ان هم يقراوا الورد اللي عليهم، يبداوا ان هم يذاكروا لمده ساعه ماده صعبه عليهم، وهكذا. اختار الوقت اللي بعد الفجر دايما انك تذاكر فيه ماده صعبه، لان الوقت ده اكتر وقت انت دماغك بتستوعب فيه، بما ان اصلا اغلب المدرسين هيدوا الدروس الصبح في رمضان، تمام؟ فانت حاول تذاكر الساعة اللي هي قبل ما تروح الدرس ده. وانت رايح الدرس يعني استغل وقتك بقى في الأذكار، انت معاك السبحة الإلكترونية دي، طول ما انت رايح الدرس تفضل تذكر ربنا وتكتسب الثواب دوت في رمضان. استغلوا كل ثانية في رمضان، ما نقعدش ننام في رمضان. وبما ان الاغلبيه منكم بيخلصوا اللي وراهم على بعد الظهر كده، فيا ريت بعد الظهر تريح لك شويه. ايوه، روح نام لك شويه كده لحد العصر، بعد ما طبعا ما تصلي الظهر وبعد ما تقرأ الورد اللي عليك ريح شوية لحد العصر. قوم صلي العصر واقرأ الورد اللي عليك، وانت كبنوتة ادخلي ساعد ماما في المطبخ، وانت كولد لو عايز تروح الدورة الرمضانية بتاعتك والكرة بقى والأجواء الحلوة دي، احنا بنستمتع في النطاق اللي طبيعي ان احنا نستمتع فيه نقضي وقت فيه، لكن مش نروح نسمع مسلسلات ونغضب ربنا. لا عادي، روح العب كورة، ودي رياضة، دي حاجة كويسة ليك ولصحتك وكده. طيب رفهنا عن نفسنا، هنيجي نصلي المغرب ونفطر ونقعد مع العيلة ونحلي وكل الأجواء اللطيفة السعيدة دي. الحق بقى اخطف لك كده وقت بسيط راجع فيه على اللي انت خدته في الدرس. تقعد كده بدل ما تسمع المسلسل ولا تقعد تعلقلي على برنامج رامز جلال ونمبر 1 وما اعرفش الكلام ده، تقعدوا كده تراجعوا على اللي انتوا خدتوه في الدرس بسرعة، يبقى احنا راجعنا على اللي احنا اخدناه في الدرس. طيب هنروح نصلي التراويح ونيجي نقعد نكمل كمان شوية مراجعة أو مذاكرة اللي انت خدته النهاردة تذاكره، لو في عندك هوم ورك أو كده تحله، وتبدأ تنام وتصحى تكمل نفس الحوار كل يوم. كل واحد وطريقته، كل واحد ونظامه. أنا بحاول أبسط لك الدنيا وأوصل لك إن عادي في وقت إنك تعمل كل حاجة، تستمتع وتقضي أجواء رمضان وروحانيات رمضان والأجواء الممتعة واللذيذة دي كلها. وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله تبقوا في أحسن حال دايما.